النهارده هو السينابون. عندنا هنا هوت دقيق وزبدة وفانيليا سائلة، بيكنج باودر خميرة فورية، سكر وعليه ملح، لبن وبيض. كل المقادير حضراتكم هتلاقوها موجودة تحت الفيديو. اول حاجة عندنا باستعمال الدراع الكي دوت هو اللي هنعمل بيه ميكسنج الاول قبل ما نعجن. اول حاجة هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، نحط الدقيق ككل، بعدين هنضيف عليه السكر والملح، البيكنج باودر، او زي ما بنعمل عامة في اي عجينة بنضيف الحاجات الجافة الاول. وده بعد كده هنروح مغيرين دراع العجن دوت، دراع الميكسنج، بدراع العجن العادي اللي احنا بنعجن بيه دايما، اللي هو ده. طبعا الكلام ده للناس اللي عندها ماشين زي ديت، اللي هي العجين يعني. اللي ما عندوش بيستعمل نفس التكنيك، بيعمل نفس التكنيك بس بالطريقة العادية، ان هو بيعجن في طبق او كده اهو. بس هو طبعا الطريقة اللي هي العادية دي بتاخد وقت اطول شوية في العجن، مش زي العجين. يعني ممكن نقعد نعجن احنا بايدنا 10 دقايق. نبتدي هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط اللبن، الزبدة، البيضة. فاحيانا ممكن بالشكل دوت او للنوع الدقيق ده بنروح حاطين له معلقه من الدقيق زياده حبه بحبه لحد ما نلاقي العجينه بقت كويسه خالص، وفي نفس الوقت ستيكي، لكن مش بتلزق. يعني عجينه طريه وملساء خالص لكن مش بتلزق. كده احنا خلصنا العجن وهنقفل ونطلع العجينه. هنشوف ان هي كلها طالعه، كلها مفيش حاجة لازقة في البوت بتاع العجين خالص. يعني نحاول ان احنا نعمل كده كده. الفجوة اللي بتبقى موجودة داخل العجين دي هي اللي بتخلي العجين يرتفع. انا عن نفسي هرجعها تاني في البول وهغطيه بالبيلينج فيلم او البلاستيك الشفاف، واحطها في مكان دافي، سواء الفرن او توستر دفيناه شوية لمدة من ساعة الا ربع لساعة، على حسب ما تخمر العجينة. دلوقتي زي ما شايفين كده العجينة حجمها تضاعف اكتر من الاول بكتير. فهنبتدي دلوقتي نعمل المرحلة اللي بعد كده، اللي هي ان احنا هنعجن العجينة دي، هنفردها او اللي ننزلها، بعدين نرش حاجة بسيطة دقيق على الكاونتر اللي هنشتغل عليه، وننزل عليه العجين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين نبتدي نفرده بالنشابة. نحاول نفرده على شكل مستطيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما فردنا العجين هنبتدي اول حاجة ان احنا نحط القرفة على السكر البني اللي عندنا ونخلطهم كويس مع بعض. برضو المقادير بتاعت الفيلينج اللي هنحطه دوت
هتنزل تكون موجودة ان شاء الله تحت السو وهكذا. دلوقتي انا هبتدي اعمل حاجة. اول حاجة هعملها ان انا هدهن العجين كله بالزبدة كده زي ما احنا شايفين. هي زبدة سايحة في درجة حرارة الغرفة، فتبقى سهلة خالص ان احنا ندهن بيها. وده بيبقى زي البيز اللي هنحط عليه السينامون والسكر البني اللي احنا عملناه علشان يلزق فيه يعني. ملاحظين قد ايه لونه جميل وشكله غني، وكمان ريحته حلوة جدا. القرفة من الحاجات اللي بتعمل طعم جميل ولها فوائد صحية كتير. برضو زي ما احنا عايزين، اذا كانت عين جمل بس او عين جمل وزبيب، ممكن من غير حاجة خالص. يعني انتي مش عايزة تعمليها بعين جمل وزبيب او بعين جمل، انتي بقى حسب رغبتك ورغبة البيت عندك. هو ممكن يكون ما بيحبوش دوت. دلوقتي هنبتدي نلف العجينة علشان نعمل السينامون رولز بتاعتنا. اول حاجة بهدوء كده نحاول نطلع الطرف بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي نحاول نلف علشان نعمل رول عشان نقطعه. نجيب منديل ننظف بس المكان عشان نعرف نشتغل. كده هنبتدي بقى نقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب صاج عادي وندهنه زبدة برضو خفيف، او الاحسن برضو ان ممكن نحط ورق زبدة تحت، وده هيكون افضل. بس للاسف انا ما عنديش ورق زبدة. هنروح عاملين كده، نطلع واحدة السينامون ونحطها في الصاج، نطلع التانية ونحطهم ونرصهم في الصاج بالشكل ده بعاد عن بعض. لازم يكونوا بعاد عن بعض. ليه؟ لان هما دلوقتي احنا حطيناهم، لكن هنسيبهم تاني هيخمروا، فوقت ما هيخمروا هيكبر حجمهم تاني وهيتضاعف. فبالشكل ده يا دوب هيبقوا لامسين بعض، يعني مش عايزينهم يبقوا ملزقين قوي في الصينيه او في الصاج بتاعنا. نعمل كده. ودي اخر واحده. بعد ما هنحطهم كده هنعمل حاجه بسيطه خالص، هنضغط عليهم ضغطه بسيطه. ده شكل الصاج بعد ما عملناه كله وحطينا عليه الحاجه وبططناه بايدنا. دلوقتي هنلفه بالكينج فيلم ونحطه يخمر برضو 45 دقيقه او ساعه. وده شكل السينابون بعد ما خمر. سيبنا الفتره اللي خمر فيها، نشيله بس كده ونحطه في الفرن ان شاء الله عشان يتخبز. ده شكل السينابون بعد ما اتخبزت. ما شاء الله شكلها جميل وهشة وخفيفة، جميلة ازاي. هنبتدي دلوقتي عشان عايزين بقى نزوقها ونحط لها الكراميل وعين الجمل. وده شكل السينابون بعد ما انتهت. واضح قد ايه هي هشة وشكلها جميل بعد ما حطينا عليها الكراميل والعين الجمل. الف هنا وشفا، واتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وتعملوا سبسكرايب. ميرسي.